يرجعوك المكان اللي جيت فيه. قالوا بنرجعك السعودية. طبعا أنا ماني سعودي. قالوا بنرجعك السعودية. قلت لهم رجعوني، أصلا السعودية مش بلدي، إذا فيكم خير رجعوني اليمن، والله لا يستقبلكم أبو جماعة حرف الحالة إيش خلكم شخل. قالوا أقول لك أمورك السليم، اجلس في السفينة هذه. وحطوني في السفينة. والله يا شباب معاي شوف هذا الأخ مسكين غامر بحياته وغامر بمستقبله، ودخل من غابات بيلاروسيا. غابات بيلاروسيا الدب القطب بس اسمه الدب الروسي، الدب الروسي، وتبهدل في الغابات وجلس 8 أيام بلا أكل وبلا شرب. عشان إيش؟ عشان يجي أوروبا ويعيش حياته. والله يا شباب أنهم رموه رمية الكلب هنا. شوفوا قدامي مرمي، شوفوا يضحك. والله ريال واحد مدوه، وإنه ندمان إنه جاه هنا. وعياله يتصلوا عليه من اليمن يقولوا له تكفى، رسل لأولادك الحليب والأكل والشرب، وإنه ما عنده حق المرسول يرسل لهم. وهذه حالة بس، هذه حالة واحدة اللي أنا أعرفها. هذا اللي جنبي هنا أعزب، ما يهمه أي حاجة، أموره بس سليم. هذا إنسان أعزب اللي جنبي ما عنده مشكلة، لو ما ادوه إقامة بيروح على بريطانيا. لكن الناس اللي جنبي هنا والله يا شباب، يا أعرف واحد عندي في السفينة هنا إن عياله يبكوا، يا بابا رسل لنا حق الحليب، يا بابا رسل لنا حق الأكل والشرب. والله ما عنده. وإذا اشتغل راح يشتغل بطريقة غير شرعية في هنا في الأماكن ولا شيء، إنهم لا يرحلوه بلده الأصلية. فهذا الوضع يا شباب اختلف. كان زمان أوروبا صح تعطي بيوت وتعطي، لكن ذا الحين الوضع خماد الناس. تحسبني أنزع معاك، والله ما أقول إلا الحقيقة، أقسم بالله. يعني أنا من الناس الندمانين اللي غامرت بحياتي وجيت وانصدمت. لي 8 شهور، والله 8. أسألك بالله عبد الله أنا كم ليك تعرفني؟ 8 شهور والله 8 شهور. ريال واحد ما أعطوني، ريال واحد ما أعطوني، بس أعطوني السفينة هذه جالس فيها الحمد لله. الحمام أنا وواحد في الغرفة، والحمام مشترك، وآكلين وشاربين. ولما أبغى أحتاج أرسل لعيالي في السعودية ما عندهم فلوس، كيف أرسل لهم أنا؟ أهلي وأبويا وأمي في السعودية يعني أبوك وأمك شيبة. يعني إذا أبوك فوق العمر 50 سنة إيش بيجي يسوي في أوروبا؟ بلد ما هي بلده ولا يبغى فيها أي حاجة، إيش بيجي يسوي بالله؟ يعني كيف بيتعلم لغة؟ إذا أنا ما قدرت أتعلم لغتهم، أصعب شيء وأقدح شيء ولازم، وهي مفتاح البلد هي اللغة. إك بخريثن هيك نت، إيش يعني هذا الكلام يا شباب؟ إك بخريثن هيك نت، أنا لا أفهم ذلك. يعني كانوا يقولوا لي يا كابوس لا تروح، خليك جالس في السعودية، أمورك سالكة وأمورك طيبة. كانت معي سيارة جديدة، قادحة والله العظيم يا شباب. إذا طفشان أدق سلف، أروح الحمراء، أروح الأبحر الشمالية، أروح شارع التحلية، أغير على نفسي وأموري سالكة. لكن هنا والله يا شباب في السفينة الناس الساعة 6 المغرب تقفل المحلات، ولا عاد في مخلوق في الشارع. يعني أنا انصدمت، أنا ندمت إني جيت هنا، ما أعطوني فلوس. والله يا شباب لو عندي إمكانية لا أبكي في البث أنا عشان تفهموا أن الموضوع كان مختلف تماما. والله وأنا أحبك يا حبيبي، خذ لك بوسة يا حبيبي وسط خدودك هذه، فديتك أنا. وفي ناس كثير تجي تسألني يا كابوس تكفى أوروبا نبغى نخش. هذه كانت زمان، كانوا يشوفوا اللاجئ، كانوا يجيبوا الأطفال يتفرجوا عليه، يقولوا شوفوا هذا لاجئ من بلاد العربية وتعالوا شوفوه وتفرجوا عليه، وضحكوا قدامه. كان هو مسكين يجلس عند في الطاقة يتفرج اللاجئ. طيبين وربي والله يا شباب إن هذه الحقيقة لا أحد يضحك عليكم. تحية للي نزل الصندوق، والله انكم يا شباب. كانوا الأوروبيين كانوا يجيبوا المهاجرين، كانوا يجيبوا الأوروبيين كانوا يجيبوا عيالهم ويروحوا إلين عند بيت المهاجر، إلين عند بيت المهاجر. شوف إلين عند بيت المهاجر يقعد يرموا البيت بالحجرة لين يفتح الطاقة، ويفتح الطاقة المهاجر يقولوا الأوروبيين جو يسلموا علي. والأوروبيين يقولوا للأطفال، يقولوا لهم شوف هذا المهاجر، هذا ترك بلاده وجاء عندنا، تفرجوا عليه، شوفوه. والمهاجر جالس في الطاقة كذا، والأطفال يعلموا الأطفال الصغار
ان هذا مهاجر وترك بلده وجاي يعيش عندنا، وشوفوه واملوا عينكم منه عشان ثاني مرة ما تروحوا عنده تتفرجوا عليه. شباب هذا ليش ما تصدق يا حبيبك؟ هذه والله هذه الحقيقة يا شباب. أنا ندمان 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 إني جيت، لكن إيش أسوي؟ ما عندي حق التذاكر أرجع. إذا أحد بيعطيني حق التذاكر وبيأمنني مستقبل باهر في السعودية أو في اليمن أنا برجع. إيش عندي هنا؟ والله لما أعرف أتكلم لغتهم أنا أروح السوق زي الأطرش وأرجع زي الأطرش. أسألك بالله يا أحمد، كم كلمة هولندية تعلمت؟ نقول 10. 10. اكبر في دريتك انا حزين. شوف الكلام اللي تعلمه. يقول لك اكبك ايش؟ اكبر في دريتك. اكبدري في خن. اكبدري يعني ايش؟ انا حزين. حتى الكلمات شوف الكلمات اللي تعلمها. يقول لك اكبختريفن يعني اكبن 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 في دريتك. اكبن بدريفخ. في دريتك. كلام ما يركب حتى. اكبدريفخ. شوف الكلام اللي تعلم. ما تعلم سلام عليكم، تعلم انا حزين. ايش كمان؟ انا متضايق. تعلم. هذا الكلام اللي تعلموه الشباب، غير كذا ما تعلم. يعني لما يشوف الاوروبي يقول له اكبك ريفا انا حزين، انا خلاص ما عاد ابغى بلادكم رجعوني. ارجع السعوديه وين؟ انا جوازي شالوه الحكومه الهولنديه، شالوا جوازي وشالوا اقامتي وشالوا الرخصه حقتي. ها؟ يعطوك الاقامه بالسعوديه. والله يا شباب اقسم بالله كلمه حق. لو المملكه العربيه السعوديه تعطيني اقامه، مش اقامه، تعطيني جنسيه. ايش رايك؟ جنسيه ولا اقامه؟ بس ما اقامه دائمه. اقامه من دون تجديد دائمه. من فين؟ انا ما عندي. انا انسان سعودي مثلا 1000 سعودي في السنه. مثلا 1000 سعودي انا وعائلتي. والله العظيم يا شباب اني ما اروح هنا. والله العظيم اني لا ارجع، بغامر بحياتي وارجع تهريب للسعوديه. يا شباب انتم عارفين ان المملكه العربيه السعوديه حاليا قاعده تمثل العرب كلهم. يا حبيبك ما العب مع بنات انا، ما العفو منك والله. ماشي داعمين. ما في والله لو عندي داعمين لا العب اقسم بالله. ما في احد دعمني باسد ولا شيء. ان شاء الله يا رب. يا الله يا رب. يقول لك التسوق الالكتروني الايام هذه ماشي سوقه. يا الله يا رب يجيني اسد. اسد ولا كثير اسد؟ اسد كثير. طياره. يا الله يا شباب بعد من 1 لين 5 ان شاء الله يجيني اسد. يلا 1. قد السوري هذاك شغل الاسد، شغل العدد هذيك 1 2 3 4 ولما الفلوس وراح قطر يا حبيبك ومدري راح وراح الامارات وسحب عليكم. والله لو يعطوني اقامه. انا يا شباب انسان متربي في السعوديه وعايش في السعوديه 30 سنه غربه في السعوديه. اعرف السعوديين بيت بيت. هاي يا زاني. مرحبا يا حبيبي يا حبيبي. تصور تعال. لا ساري صاحبي ذا. والله يا ساري انك كفو، انك اسعدتنا. الله يسعدك يا حبيبي. وينك بالتحدي والله. يا والله قلبي نبض قلبي يا شباب. اقسم بالله اني محتاج كل ريال يجيني هنا، لكن ما احب اقول لكم، احب اتونس. حبيبي يا ساري، حبيبي يا ساري. والله يا كفو. اسبوع ذا امورك بالسليم. والله يا شباب الحقيقه اللي ما تعرفوها عني، انا انسان يعني مواليد السعوديه. درست في المدارس من اول ابتدائي الى المتوسط الى الثانويه، الين اصحابي. يعني انا احس نفسي سعودي. فجاه الايام تعلمني، جلست في بيوتهم واكلت من اكلهم وعاشرتهم. اقسم بالله لو تلف اوروبا كلها وبريطانيا كلها وامريكا كلها والله ما تحصل زيهم. اقسم بالله العظيم يا شباب. اللي يبغى يعرف ان اذا تبغى تعرف قيمة السعودية تعال اوروبا. اذا تبغى تعرف قيمة السعودية تعال اوروبا وشوف انك انت كنت عايش في نعمة وانك انت الحين عايش في ضلال. تعال وشوف بنفسك. والله يا شباب انا لو ما الرسوم والضغط والزواج وكذا والله ما اجي. والله العظيم ما اجي.
لكن الظروف الحياة تعلمك. لكن عمر الإنسان يا شباب، عمر الإنسان بسيط، 30 سنة 40 سنة انتهى. خلاص تنتهي، تروح يودوك هنا. إذا كمان إذا مت في أوروبا يا حلاوة، يودوك المحرقة على 850 درجة، يولع الفرن. تحصل واحد شيبة كذا قصير شغلته يولع الفرن، بس يولع الفرن على آخر حاجة. وبعدين عنده نظام، يجيب الدلة، يروح يشيل دلتك، يجي يحطك في رمادك، يحطه في الدلة ويكتب في الدلة تاريخ الوفاة، تاريخ الحرق، تاريخ يوم 10/10 كذا كذا، والله يستر عليه. هذا ما له أحد يسأل عليه، ولا له دولة تسأل عليه، ولا يحرقوه وانتهينا. هذه الحياة والله يا شباب، من جد أقسم بالله لا أحد يضحك عليك ويطبل لك يقول لك أوروبا أوروبا أوروبا. يا ساري والله أنك كفو يا ساري، أقسم بالله أنك أسعدتني، أقسم بالله يا ساري يا حبيبي. كنت طفران جالس في السفينة هذه في هولندا، حالتي صيدلية. شوف شوف شوف، تعال تبغى أوريك، تعال عشان تعرف إن الحالة صيدلية في أوروبا. تعال شوف. ها؟ مسابقة. شوف مسجل في مسابقات، الربح حقها 10 دولار، 10 يورو. ربحت شوف كم؟ ربحت 20 يورو. 20 يورو عشان اروح اشتري لي فيها معطر جو، واشتري لي فيها شامبو، مع اني اصلع لكن اشتري فيها معجون حلاقه. والله هذه هي. شوف اكرم عقلان، حي اكرم عقلان. اطلع انت وياه تحدي. هذا هو يا شباب. اطلع انت واكرم عقلان. لا حد يضحك عليك ويقول لك اوروبا حلوه، اوروبا اوروبا. انا انسان احب اقول الحقيقه، ان شاء الله يحضروني ما يحضروني يشيلوا حسابي. اصلا اللي سوالي الحساب اخويا، قال لي سوي لك حساب وجهك كوميدي، وجهك بيجيب متابعات، ووجهك مشروع ناجح، ايش رايك افتح لك حساب؟ قلت له افتح حساب ان شاء الله تحمل بربح. وهذا السعد يا شباب. ايش تبغى انت؟ سعدي فاتح مكتب تسوق امها. الله يستر عليك، روح لا تطلع معي في البث. البث الكابوس مولع. حبيبي الله يسعد. يا شباب انتبهوا، حتى يقول لك تعال اوروبا تعال. اذا عندك راتب وامورك سالكه في السعوديه لا تجي، والله لا تجي يا شباب، والله العظيم. يا اكثر ناس علموني وعلموني ايش الحياه في اوروبا هم المغاربه المواليد في هولندا، هم علموني، قالوا انتبهوا تروا كذا وكذا وكذا. يخطط على الاسد يغصبك فيه. حي يا ابو لاح، حبيبك على الدعم، والله انك كفو يا ابو لاح. شوف سعدي جاك والله انك كفو يا ابو لاح. حبيبي يا حبيبي، بردت على قلبي والله. يا شباب انا انسان احب اقول الحقيقه، اسمعوني، اسمعوا وخذوا العبره من اخوكم. انا انسان تركت السعوديه، والسعوديه هي افضل بلد في العالم كله. والله لو تقول لي امريكا، لو تقول لي اوروبا، لو تقول لي بريطانيا، ما تحصل نفس الحياه الاجتماعيه. في ناس مش تمام، لكن الافضل هي السعوديه، غيرها ما في. والله العظيم يا شباب، يا اوروبيين وناس مجنسين هنا، اوروبيين لهم 5 سنوات ولهم 6 سنوات ومعاهم جنسيه ويتمنوا يرجعوا السعوديه. يرجعوا ليش؟ لانهم ولدوا في السعوديه وتربوا في السعوديه وعاشوا في السعوديه. السعوديه يا شباب لا، فيها ناس مش تمام. انا اقول لك، انا اعرفهم شخصيا، اطلعهم لك بالحبه، اطلعهم اعرفهم، انا عايش معاهم اعرفهم. الافضل منهم يا شباب في السعوديه. اوروبا والله العظيم انهم ما يبغوا، لكن لولا الامم المتحده والرسوم اللي فرضوها الامم المتحده عشان كذا يقبلوك. ايش تقول انت؟ اقول لك ايه، يقول على الاسد شيء غاصب. جاي الغرفه عندي وينحني ويسوي لي بلا كريم شير البث، كريم شير البث، شكله الداعم ولا فرص العمل هي الدول الخليجية. هنا بيعطوك راتب وبيعطوك جنسية، لكن تربية عيالك مش لك، يعني انت ما تقدر تربي عيالك. والله يا شباب اعرف ناس معاهم بنات، والله ما يقدر يربي بنته هنا. والله يا بنته لا تروح الكبريهات والمراقص، ولا تقدر تتكلم ولا تفتح فمك.
ولو فتحت فمك ولا تكلمت ولا قلت بنتي ليش راحت المرقص، بنتي ليش تاخرت اخر الليل، لا يجي يسحبوك ويرجعوك بلدك ويخلوا بنتك هنا. شوفني علمتك، ترى هذه